انا حصل معايا موقف غريب، موقف غريب قوي. من يومين كنت راكب تاكسي الصبح. كان مشوار بعيد شوية. اول ما ركبت موبايلي رن. طلعت الموبايل ورديت. خلصت المكالمة وحطيته في جيبي. بعد ما وصلت المشوار بتاعي نزلت وحسبت السواق وديته الأجرة ومشيت. بدور على الموبايل بتاعي ملقتوش في جيبي، فاتأكدت ان هو وقع مني في التاكسي. مبقتش عارف اعمل ايه بصراحة. المهم حاولت ان انا اتصل بالموبايل بتاعي، وانا من جوايا بصراحة كنت خايف وحاسس بشكل كبير ان هو مش هيرجع لي. الموبايل شكله غالي ومطمع لأي حد بصراحة، لكن قلت اجرب. ممكن ممكن يرجع لي. اتصلت مرة، اتنين، تلاتة، اربعة، ما بيردش. حاولت تاني. في مرة من المرات رد. السلام عليكم. رد قال لي عليكم السلام. قلت له من فضلك انا صاحب الموبايل اللي وقع مني في التاكسي اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي. انا ممكن اقابلك واخده منك وهديك اللي انت عاوزه. قال لي مفيش مشكلة، قابلني في المكان الفلاني بعد ساعة. قلت له تمام. قفلت معاه وانا لسه خايف ومش مطمن، وحاسس ان هو برضه مش هيرجعلي والموبايل هيتقفل بعد الحرب بعد المكالمة دي. لكن قلت ان شاء الله خير. خدت نفسي ورحت المكان اللي اتفقنا عليه. بعدها كلمته تاني. قلت له انا في المكان، انت فين؟ قال لي انا واقف جنب المكان الفلاني، جنب المحل الفلاني. لغاية ما شفته وانا رايح مش مصدق برضه ان انا شايفه. سلمت عليه، قلت له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. وعلى طول طلع لي الموبايل وقال لي اتفضل. انا بصراحة فرحت من جوايا جدا، واستغربت برضه في نفس الوقت، في ظل الوقت اللي احنا عايشين فيه، وان الموبايل كان مطمع ويجيب فلوس كتير، وان الراجل رجعهولي. فطلعت محفظتي، مديت 200 جنيه وقلت له يا ريت تقبل مني دول، لان انا شايف ان انا عطلتك عن شغلك واكل عيشك. بصلي وابتسم برد فعل سريع وقال لي حط فلوسك في جيبك يا باشا، ربنا كريم، سلام عليكم. شغل عربيته ومشي. دي من اجمل المواقف اللي حصلت لي في 2013، اللي اكدت لي ان لسه في خير في البلد، لسه الناس فيها خير، بس المعدن الطيب والاصيل للشعب المصري لسه موجود. ودي اكتر حاجة تخلي الواحد مطمن وحاسس ان في امل ان شاء الله. في الاخر يعني انا بقول ربنا يكرمه، لانه هو راجل، طلع راجل محترم، مطمعش في حاجة مش ليه. حتى المكافأة اللي انا شايفها حتى كانت قليلة، هو ما خدهاش، لانه هو كان عاوز يعمل ربنا مش بيعمل شخص. فانا بقوله في الاخر ربنا يكرمك، ويا ريت كل الشعب يطلع الجوهر الاصيل اللي جواه، يطلع الاخلاق اللي جواه في كل المواقف، مش بس المواقف دي. انتوا حصل معاكم موقف زي كده؟ لقيتوا موبايل ورجعتوه، او موبايلكوا ضاع ورجعتوه؟ يا ريت تحكوا لنا. السلام عليكم.